متوترة قوي. لا ما تتوتريش ولا حاجه، ده راديو، امال لو طلع في التلفزيون هتعملي ايه؟ جمدي قلبك كده. مش عارفة، أنا التوتر عمال يزيد عندي كل شوية. وبعدين أنت مش هتغير رأيك وتيجي معايا؟ صراحة أنت عندك خبرة في الانترفيوز والميكروفونات والحاجات اللي زي دي. انت فاكره ان خبرتي في الانترفيوز والميكروفونات دي حاجه عادي بالساهل اديها لك كده؟ ده وهو هديهولك بالمعلقه؟ ده علم يا ماما، علم وله اصول. وبعدين ما تقلقيش، المذيعه لطيفه وشكلها هتساعدك لو في حاجه، وفي الاول وفي الاخر ده راديو، يعني حتى لو غلطتي محدش هياخد باله. ما أنت قاعد زهقان وما بتعملش أي حاجة وبتتفرج على التي في وما بتوصلش لحاجة برضه. حبيبتي عندي شغل كتير جدا والله، بكره لازم احضره ومش فاضي خالص، انا اسف معلش. يا سلام، وأنت هتخلص شغلك وأنت قاعد بتتفرج على التي في؟ انت مش شايفه؟ مش عاجبك الورق ده كله اللي قدامي واللابتوب المفتوح وكل الكلام ده؟ وبعدين انا راجل مقدم برامج مشهور، يعني قعدتي وفرجتي على التلفزيون في حد ذات نفسها ده شغل. وبعدين انا ما فطرتش، ما حدش عمل لي فطار ولا شاي. يلا اتفضلي اعملي فطار وشاي يلا. فطار؟ انسى، انصاري بقالي ساعة عمال اقول لك بص على شكلي ومنظري، انا مش هدخل المطبخ. لو عايز تفطر خش المطبخ وحضره لنفسك، عن اذنك. كده يا معلم، بقول لك ايه، النت زي الفل وقاعد جاهز لك وقدامنا وقت لغايه الصبح. لا بس الرهان هيبقى حاجه تانية خالص. ماشي، لا هي نزلت دلوقتي مش ترجع قبل 3-4 ساعات. قدامنا وقت. يلا ده انت هتشيل شيل. يلا باي، ابدأ يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها، وصلت العيال؟ وصلتهم، انا هسيبهم في نص السكه وارجع. الحمد لله اطمني، دخلوا المدرسه، ما تقلقيش عليهم، مفيش عيل هرب ولا حاجه. لا انا مطمنه على فكره، انا عيالي ما هربوش من المدرسه ابدا. عادي يعني، ما تسيبيهم ياخدوا خبره الحياه، ايه المشكله لو عيل هرب؟ نعم؟ انت بتهزر صح؟ انت اكيد بتهزر. انت عايز ولادنا يهربوا من المدرسه؟ عادي، بابوهم كان بيهرب. وكنت بتروح فين بقى ان شاء الله؟ كنا بنسميها بتكت من المدرسه. احيانا كنا نروح نقعد على القهوه، واحيانا تانية كنت نروح نلعب كوره، واحيانا كنا نقعد نلفلف في الشوارع كده زي العبط، نروح جنينه الحيوانات، القناطر. ولما كبرنا بقى كنا بنروح نعلق بنات من مدرسه البنات اللي جنبينا ونمشي معاهم. يا راجل، ده انت طلعت روميو بقى. ولا زلت عشان تبقي فاهم، ولا زلت معاكي انت يا جولييتا حياتي. عارف بقى لو عرفت ان في جولييت في حياتك غيري انا هعمل فيك ايه؟ هو انا فاضي اهرش؟ ده انا واخد النهارده اجازه بالعافيه. يا انت لو كنت فاضي كان زمان بس صلي على النبي، صلي على النبي، بلاش وصلة النكد دي على الصبح. الحياه فيها حاجات كتيره جدا اهم من النكد. ايه رايك نحمل فيلم رومانسي كده ونقعد نتفرج عليه انا وانت بروقان بعد ما نخلص فطار؟ ماشي. حياتي حبيبتي يا لولو، والله خد افطر يا عمر. شكرا. معلش يا زوزو، خلي درية معاكي النهارده بس، عشان انا عندي فيديو كونفرنس مهم جدا مع مسؤول في الاداره، ومحدش عارف ان انا في البيت، وبعدين خايفه تتحرك كده ولا تعمل اي حاجه وتبوظ كل الترتيبات اللي انا عاملاها. درية؟ انت كنتي بتفكري في ايه وانت بتسميها؟ مامتك؟ لا يا زوزو، دي بتاعت واحده صاحبتي، وهي سافرت اسبوعين وسابتها معايا. بصي، دي الحاجه بتاعتها، فيها البطانيه والشاور جيل المخصوص بتاعها، وهتلاقي كمان في الاكل والشرب واللعب بتاعتها. وحياتي يا زوزو ابقي العبي معاها عشان هي بتزهق بسرعه. طب مش عايزاني اجيب لها حد يعمل لها مساج بالمره؟ مش للدرجه دي يا زوزو، يبقى انت اعملي لها وخلاص، بس وحياتي خلي بالك لحسن جلدها حساس جدا. يا حرام. انا هقوم اكمل بقى اظبط الدنيا. زوزو خلي بالك منها. ما تخافيش، في عيني. ايوه يا ابني، مش قلت لك يا ابني هتشيل مني واخليك تزعل جامد؟ ماشي، نلعب ماتش كمان بس ما تعادش مني انت بس. يلا ماشي يا ابني، انتوا كلكم زباين عندي يا ابني. يلا ماشي، يلا سلام سلام. يا مصطفى، مصطفى تعالى عشان اوريك الفيلم اللي هنتفرج عليه. ايه ده؟ الله، انت جايب لي ورده؟ ميرسي يا حبيبي على الورده، ده انت طلعت رامي بجد. امال انت لسه شفتي حاجه؟ يلا فرجينا على الفيلم. طب ايه، هو انت هتفضل ماسك الورده ولا هتديها لي ولا ايه بالظبط؟ ده انت عينك فيها، انت كل حاجه تشبطي كده، امسكي. شكرا. دي الورده البلاستيك اللي في الفازه المكسوره جوه صح؟ هي قلت اجيبها تعمل لنا جو رومانسي وكده يعني. يلا اي حاجه والسلام.
بص بقى، هنتفرج على الفيلم ده، بريف هارت. بريف هارت ده فيلم رومانسي؟ ده فيلم كله تقطيع وذبح وشنق وانا بيجي لي كوابيس بالليل. يا حبيبي بس في حته رومانتك فظيعه. وبعدين شايف ميل جيبسون حلو ازاي وامور ازاي؟ ميل جيبسون حلو وامور؟ انت بتتفرجي على الفيلم علشان ميل جيبسون حلو وامور وانا اقعد جنب منك زي كيس الاريال، مش كده؟ عشان لما اتفرج على هيفا ما تفتحيش بقك معايا. طب انا بتفرج على ميل جيبسون عشان حلو وامور واتوحم عليه والعيال يطلعوا حلوين زيه، انما انت بتتفرج على هيفا عشان عينك زايغه. ما تغيريش الموضوع. وبعدين ميل جيبسون ايه ده؟ مشخبط على وشه طول الفيلم وشكله مش باين. لا، في مشاهد كتير بيبقى طالع غاسل وشه. يا عادل النت فصل، شوف الراوتر كده يمكن السلك اتهز ولا حاجه. من عينيا. تسلم عينيك يا حبيبي. ده الاسلاك زي ما هي، اكيد العيب عندهم في الشركه يعني. طب اديني الرقم بتاع الشركه خلينا اتصل بيه. وعلى ايه الرقم بس؟ ما انا عارف اللي هيعملوه كويس. هنفصل الراوتر 5 ثواني اهو ونرجعه تاني. شوفي كده النت رجع. لا لسه مفصول. بتبطل فلسفه بقى يا عادل واديني الرقم هخلينا اتصل بالشركه. يا ستي والله العظيم هما جملتين انا شخصيا حافظهم صم. شوفي يا ستي، الجمله الاولى هيقول لك ايه؟ احنا هنفصل الراوتر 5 ثواني وبعدين نرجعه تاني النت هيرجع. الجمله الثانيه ايه بقى؟ لا يا استاذ، الراوتر بايظ لازم يتغير بواحد جديد. ما بيطلعوش نفسهم غلطانين ابدا. انت هتفضل تقفلها في وشي كده؟ طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ سيبوهولي بس وانا هظبطه. صباح الخير يا فندم، انا جاهزه للميتنج. أنا مبسوط جدا بشغلك يا إنجي في الفترة الأخيرة، ومبسوط بالتزامك وانضباطك. كده صلحناك وظبطناك وروقناك ومالكش حجة بقى تشتغل. يا زوزة. نعم يا حبيبي. شوفي أنا ظبطت الراوتر خليته أحسن من الأول. ظبطته؟ لا لسه فاصل. الله، امال انا سايباك ربع ساعه بتعمل ايه؟ يبقى المشكلة مش في الراوتر، مع إني فكيته حتة حتة. فكيته حته حته، يبقى مفيش امل في الراوتر ده تاني. لا 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 لا، خلاص أنا عرفت إيه الحكاية وهظبطها. عادل اتصل بالشركه احسن. يا ستي مش هتصل بالشركة، بيرهنوني ساعة مزيكا عبال ما يردوا. اديني 10 دقايق وهتشوفي العجب. ايوه يا ابني، خلاص يا حبيبي عرفنا انك كسبت بقى، ما تقعدش تحنجل لي وتتنطط لي وتعمل لي شغل العيال ده، اكبر بقى. وبعدين انت بتخم على فكره، والله العظيم مختار ملعب ضيق وانت عارف ان لعيبتي تحب تلعب في الملاعب المفتوحه الواسعه عشان تعرف تقاصي وترقص وتفهم كده كويس. بص 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 بص، هنلعب ماتش ثالث واخير وفاصل وحاسم وعلى كله، واللي يكسب ده هو اللي يكسب الرهان. ماشي؟ يلا.